بيبدأ الفيلم بسارة وهي مع والدها توني في مدينة صغيرة في إنجلترا، وهو بيوصلها بالعربية لحد المدرسة، وبيبقى معاها جون صاحب سارة الانتيم، وبنعرف إن والد سارة بيشتغل حارس أمن البوابة بتاعة المدرسة اللي هي فيها. وهما في الطريق بيسمعوا في راديو العربية بإن في فيروس قاتل منتشر في البلد، بس سارة بتقفل الراديو علشان تتكلم في موضوع تاني. وبنعرف بإنها ناوية تسافر بعد ما تخلص دراسة الثانوية، ومش في دماغها خالص إنها تدخل جامعة زي باقي زمايلها. وأول ما بيوصلوا عند المدرسة توني بيكلم بنته قبل ما تدخل، وبيحاول يقنعها ما تسافرش ويسيبه بعد ما تخلص دراستها، بس سارة بتقوله إنها مستنية تخلص دراسة بفارغ الصبر علشان تمشي وتسيب البيت. وهنا بنفهم إن العلاقة بينهم مش كويسة، خصوصا بعد وفاة والدتها. بعدها سارة بتدخل المدرسة هي وجون، وبيقابلوا زميلتها إنجي وهي بتدور على مفتاح عربيتها اللي ضاع منها. وسارة بتروح على طول على قاعة المسرح وبتقابل ليزي صاحبتها، واللي بيكون عندها عرض مسرحي بمناسبة احتفالات الكريسماس. وبنشوف هناك أرسل مخرج العرض، واللي بيكون مش عاجبه أداء الطلاب على خشبة المسرح ولا حتى عاجبه الديكور. بعدها بيجي وقت الغداء، وسارة وجون بيبقوا قاعدين على ترابيزة واحدة مع ليزي وحبيبها كريس، وبيكون ناجح حبيب سارة القديم قاعد على الترابيزة اللي قدامهم وعمال يبص لها جدا وبيحن الأيام ما كانوا مرتبطين. غير إن ليزا وكريس بيلاحظوا بإن جون معجب بسارة ومش بيشيل عينه هو كمان من عليها، بس للأسف جون عارف بإنها مش حاسة بيه ولا بتبادله نفس الشعور. وبعد المدرسة صديقي سارة بتلاحظ إن إنجي مش عارفة تفتح عربيتها اللي بتكون مليانة بهدايا عيد الميلاد، لأنها لسه مش لاقية المفتاح، وبتعرض عليها المساعدة، بس إنجي بتقول لها مش محتاجة مساعدتك. وبنعرف وقتها إن إنجي والدها ووالدتها سايبينها لوحدها في إنجلترا وبيقضوا هم أجازتهم في المكسيك. بعدين سارة بتمشي وبتسيبها، وفي الطريق بتخبط في واحد زومبي بس مش بتاخد بالها منه وبتكمل طريقها عادي جدا. في نفس الليلة دي بتكون سارة وكريس عندهم شيفت في صالة البولينج اللي بيشتغلوا فيها، وفي نفس الوقت ليزا بتكون واقفة على خشبة مسرح المدرسة وبتغني أغنية حماسية قدام أولياء أمور الطلبة واللي بيتأثروا بيها جدا. بس ليزا بتحس بالإحباط وهي بتغني، لأنها بتاخد بالها بأن الكرسي اللي محجوز لكريس صاحبها لسه فاضي، لأنه معرفش يجي الحفلة بسبب شغله، بس جدته بتكون حاضرة الحفلة ومبسوطة. وأرسل مخرج العرض بيتابع الحفلة هو وتوني من جوه غرفة التحكم، والأغنية اللي بتغنيها ليزا بتكون مش عاجباه، فبيدخل المسرح علشان يوقف الأغنية، لكن بتكون خلصت خلاص. وبعدها تاني يوم الصبح سارة بتكون حاسة بتفاؤل وإيجابية ملهمش حدود رغم إن الزومبي منتشرين حواليها، وبتفضل تغني وهي ماشية بكل سعادة ومش واخدة بالها من أي حاجة. وهي في الطريق بتقابل جون وبيروحوا المقابر علشان تزور قبر والدتها، وهناك بيلاقوا زومبي على شكل رجل التلج وبيهاجمهم، بس سارة بتقدر تموته وبتفصل راسه عن جسمه، لكن جون الغلبان لما بيشوف المنظر الدموي ده بيصرخ زي الستات. بعدها على طول بيقرروا يروحوا صالة البولينج علشان هتكون امان اكتر من الشارع، وبيدخلوا صالة البولينج وهناك بيقابلوا كريس وانجي وهم مخضوضين من الزومبي، وكل واحد فيهم ماسك في ايده حاجة عشان يدافع بيها عن نفسه. وبعدين بيتفاجئوا ان صاحبة البولينج اتحولت لزومبي هي كمان وبدأت تهاجمهم، بس بيقدروا يموتوها في الاخر. وبيتفاجئوا بعدها بمجموعة كبيرة من الزومبي بتقتحم الصالة، فبيبدأوا يواجهوهم وبيقتلوا زومبي كتير منهم بأدوات بسيطة. بعدها بيحاولوا يتصلوا بأهاليهم من موبايلاتهم، بس للأسف مش بيكون في تغطية للشبكة وقتها. في نفس الوقت ده بتكون ليزا وارثر وجدة كريس وتوني محبوسين مع باقي الناس جوه المدرسة ومش عارفين يخرجوا بعد ما الحفلة خلصت. وجوه صالة البولينج بتكون سارة وجون وكريس وإنجي محبوسين نفس الحبسة، وبيجي بالليل وبتبدأ قوات الجيش تفتح نارها على الأعداد الزومبي الكتير. وتاني يوم الصبح جوه صالة البولينج بيعرفوا إن قوات الجيش اللي كانوا بيضربوا الزومبي امبارح اتحولوا لزومبي هم كمان، فبيقرروا انهم يخرجوا من صالة البولينج بعد ما جابوا حوض سباحة مطاطي ورفعوه فوق راسهم ومشوا بيه، وده علشان يخبيهم على عيون الزومبي المنتشرين في الشوارع. بس للأسف الزومبي برضه بيشوفوهم وكلهم بيبقوا موطيين لتحت وفوقهم حوض السباحة المطاط علشان ما يبانوش للزومبي، بس برضه الزومبي بيكتشفوهم ويهاجموهم. وهنا بيظهر توم ومعاه صاحبه وهم خارجين من السوبر ماركت، وبيقدروا ينقذوا سارة وأصحابها من الزومبي. بعد ما خلصوا على كذا واحد منهم بيدخلوا جوه محل بيع هدايا كريسمس علشان يستخبوا من الزومبي، بس بتظهر مجموعة تانية من الزومبي وبيهاجموهم بيموتوا صاحبتهم، فبيضطر انه يضم وقتها لفريق سارة. وبنروح للناس المحبوسة في المدرسة واللي الزومبي محوطينهم من كل اتجاه وعاوزين يدخلوا لهم بالعافية. وقتها ارثر بيدي اوامر لتوني انه يفتح ابواب المدرسة كلها، وبيبرر التصرف ده على ان المدرسة بقت ملكه دلوقتي. وهنا بنفهم بان ارثر عايز الزومبي يخلصوا على طلاب المدرسة. بعدها بنشوف
جون وهو مقعد سارة في عربية التسوق وبيلمح لها بإنه بيحبها وعايز يرتبط بيها، بس هي بترفضه وبتقول له انت زي اخويا، فبيتخنق وبيحس بخيبة الامل. بعدها على طول بيواجههم مجموعة زومبي جديدة جوه المحل، لكن للأسف واحد من الزومبي بيجي من ورا ظهر جون وبيعضه في ايده. بعدها بيتلموا عليهم مجموعة كبيرة من الزومبي، فبيزق سارة بعيد علشان ينقذها من ايديهم وبيستسلم هو ليهم بعد ما اطمن انها بقت بخير. وسارة بتحاول تنقذ جون من الزومبي وبتعيط، بس للأسف توم بيكون خايف عليها فبيسحبها علشان يبعدها عن الزومبي. بعدين بتروح سارة وأصحابها للمدرسة وبيتفاجئوا إن معظم الناس اللي هناك اتحولت لزومبي، وهناك بيلاقوا أرثر مستخبي ورا الترابيزة وبيحاول إنه يلفت انتباه الزومبي للطلبة اللي محبوسين جوه علشان يشغل الزومبي بيهم ويسيبوه وهو يعيش. وسارة وأصحابها بيحاولوا إنهم يقاوموا مجموعة الزومبي. بعدها كريس وإنجي بيلاقوا ليزا مستخبية من الزومبي جوه فصل، فلما بتشوفهم بتفرح لأنهم جم عشان ينقذوها وبتحضن كريس حضن كبير جدا. بس للأسف كريس بيعرف ليزا بإن جدته ماتت بأزمة قلبية لأنها ما استحملتش لما شافت الزومبي بيهاجموا المدرسة، برغم إن كريس زعلان بس فرحان في نفس الوقت لأن كفاية إن جدته ماتت بشكل طبيعي بدل ما كانت تتحول لزومبي. بعدها بيروحوا لأوضة مكتب أرثر علشان يدوروا على مفتاح عربية إنجي، بس بيكون في زومبي محاصرين المكتب، فإنجي بتقول لهم يستنوا بره وبتحذف على الأرض لحد المكتب علشان الزومبي ما ياخدوش بالهم منها. وبتدخل مكتب أرثر بنجاح وبتدور على مفتاح عربيتها فبتلاقيه أخيرا وبتخرج تاني لأصحابها، بس بتتصدم لما بتلاقي الزومبي قدروا يعضوا كريس وليزا واللي بتنتهي حياتهم وهم في حضن بعض كآخر لحظة ليهم. وهم ناس طبيعية وإنجي بتعيط عليهم وبتهرب من المكان. وبعدين بنروح لجون وسارة واللي بتحاول تدور على والدها في المدرسة، وتوم بيفتح معاها موضوع انفصالهم فبتقول له ان هو السبب في كده لانه ما كانش بيحترم مشاعرها وكمان ما كانش مهتم بيها اصلا. فبيسكت شوية وبعدين بيغير الموضوع وبيقول لها انه اضطر يموت والده بعد ما بقى زومبي، وبيقول لها كمان بان والده هو اللي طلب منه كده. وهم لسه بيتكلموا بيدخل عليهم مجموعة زومبي تانيين وبيهاجموهم، وبتقوم بيتصدى ليهم لوحده. وبتكون سارة راحت عشان تدور على والدها، فبتدخل قاعة مسرح المدرسة وبتتفاجئ بان والدها متكتف جوه على كرسي، وبتشوف أرثر واقف جنبه، بتعرف ان هو اللي عمل كده وبيستدعى مجموعة من الزومبي علشان يهاجموا سارة. فبتروح ماسكة عصاية ليها سن حاد وبتدافع بيها عن نفسها قدام الزومبي وبتقدر تقضي على شوية منهم. بعدها بتنقذ والدها بعد ما بتفكه من على الكرسي، وبيحاول أرثر يمنع توني من انه يهرب وبيمسك فيه، فتوني بيضربه في وشه وأرثر بيحاول انه يضربه، بس سارة بتروح قطع الحبل اللي ممسوك بيه قطعة الديكور الكبيرة فوق المسرح واللي بتكون على شكل نجمة، فبتروح وقع على أرثر وبتحدفه على مجموعة الزومبي وبيموتوه. بعدها سارة بتقول لوالدها بانها عايزة تخرجه من هنا، بس هو بيقول لها ان الكلام ده متأخر جدا علشان هو اتعض في رجله وخلاص هيتحول لزومبي. وقتها بتعيط سارة وبتنهار، فبيطلب منها تخرج مع توم علشان سلامتها برغم انه مش طايق لوالدها، وبتسمع اخر كلام من والدها واللي بيكون بيقوله على شكل وصية. وبتخرج مع توم بره المدرسة وبيلاقي مجموعة تانية من الزومبي بتحصرهم، بس بتجيلهم انجي بعربيتها وبتاخدهم معاها في الوقت المناسب. وبنشوف ان جون وكريس وليزا بقوا خلاص زومبي وبيمارسوا حياة الزومبي بكل طاقة وحب جوه المدرسة. وتوني بيطلع صورة سارة على موبايله وبيتأملها كآخر وش هيشوفه قبل ما يستسلم للزومبي. وبنرجع تاني لعربية انجي واللي بتفضل تسوق لحد بره المدينة ومع سارة وتوم، وبيبقوا مش عارفين هم هيروحوا على فين لأن الزومبي منتشرين في كل حتة. بس فجأة بيظهر لهم زومبي وسط الشارع على شكل مهرج وبيصوت في وشهم. وبكده بيكون فيلمنا خلص يا صديقي، ما تنساش انك تشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. شوفك الفيلم الجاي، سلام.